اوكي، مش عارف انت خدت بالك ولا لا، بس معظم اجزاء جي تي اي اللي معروفه قوي قصتها مبنيه على الخيانه من اجل الفلوس. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. زي تومي فيرزاتي في فايس سيتي. في نص القصه اكتشفنا انها مبنيه على خيانه سوني لتومي، وانه سبب دخوله السجن من 15 سنه قبل ما يجي فايس سيتي. ولانس اللي باعه لسوني من اجل الفلوس، مش عشان اخوه اتقتل او الصفقه اللي باظت منهم في اول اللعبه. Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. وفي جي تي اي 3 خيانة كاتالينا لكلود. القصة مبنية على ان كلود بيدور على كاتالينا عشان خانته بعد 9 سنين من اجل الفلوس وطموحاتها. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. لحد ما كلود في الاخر بيلاقيها وبيخلص عليها. حتى في جي تي اي 4 نيكو بالك مع ديمتري خان نيكو وشال ايده من قتل مستر فاوستن بعد ما خلى نيكو يقتله، وكان عايز يلبسه مع مستر بولجارين عشان يخلص منه برضه من اجل الفلوس. I did my best. I didn't fuck up. والقصة من أول المشهد ده تحديداً فهمتنا إن البداية كانت مجرد تمهيد، وإن القصة مبنية على خيانة ديمتري لنيكو من أجل الفلوس مش عشان قتل مستر فاوستن. وبرضه نيكو فضل وراه لحد ما لقاه وخلص عليه. ولو حاولنا نفهم حاجة من الكلام ده هنستنتج إن موضوع الخيانة من أجل الفلوس ده حاجة مألوفة بالنسبة لكتاب سيناريو جي تي اي والتريجر اللي بيبنوا عليه أحداث تشويقية للقصة. إنما في جي تي اي 5 الخيانة كانت من نوع مختلف تماماً. تحس إن هي كده خيانة متغلفة عشان تلعب على مشاعرك وتحسسك إن الخيانة دي شيء عادي. وطبعاً دي أخطر أنواع غسيل للمخ واللي اسمه القوة الناعمة، أو بمعنى تاني دس السم في العسل. لأن القصة كانت دايرة ما بين 2 صحاب، واحد فيهم كان خاين صرف ومع ذلك معظم الناس تعاطفت معاه. وعشان تفهم قصدي ايه بخيانة من نوع مختلف فخلينا لخص لك القصة في السريع. Try not to hurt yourself. القصة باختصار ان مايكل وتريفر عايشين حياتهم على عمليات السطو وسرقة البنوك. وقتها كانوا معروفين جدا في مجال السطو ومطلوبين للعدالة. وفي اخر عملية عملوها المفروض ان اتعمل لهم كمين، ومايكل وسنايدر اتضربوا بالنار وتريفر هرب. وبعدها بنكتشف ان مايكل ما ماتش، وان دي تمثيلية عاملها مايكل وواحد اسمه ديف نورتون عميل في المخابرات. واللي ورا التمثيلية دي صفقة كانوا عاملينها هما الاتنين عشان يأمنوا مستقبلهم. ديف عشان يترقى في شغله وياخد علاوات وياخد صيت ان هو اللي قضى على اسطوره مايكل تاونلي. ومايكل عشان يبطل شغل السطو خالص ويغير هويته ويبقى مش مطلوب للعداله ومعاه فلوس كتير يقدر يأمن بيها مستقبله ومستقبل ولاده ومراته الشمال. وبيعدي 9 سنين ومايكل بيكون غير هويته وعايش حياه مرفهه، وبيكون اتعرف على فرانكلين واستجدعه. وبسبب الشمال اللي هو متجوزها دخل في مشاكل مع واحد سايكو اسمه مارتن مادرازو عشان هد بيته على اعتقاد منه انه بيت مدرب التنس اللي قفش مراته معاه، وبقى مجبر انه يدفع لمادرازو فلوس البيت اللي هده. Well, that was a strange house for a tennis coach. فجمع ليستر صاحبه من زمان وفرانكلين اللي لسه عارفه، وعملوا عملية سطو على محل مجوهرات كبير عشان يلم فلوس مارتن. بس بسبب العملية دي تريفر عرف عن طريق التلفزيون ان مايكل لسه عايش ما ماتش، فاتجنن وسايكب وقلب الدنيا على مايكل لحد ما عرف مكانه وعرف اسمه الجديد، وراح له عشان يفهم ايه الحكاية وليه زيف اسمه. ومايكل فهمه انه كان مجبر انه يعمل كده عشان الاف بي اي طلبوا منه كده عشان يفضل في برنامج حماية الشهود. I've been in witness protection. I still am. وتريفر بلعها لمايكل وسامحه ومشى الدنيا، وفضل يساعده كمان لفترة طويلة وبسلامة نية لحد ما بدأ يسأل على سنايدر صاحبهم الثالث. لأن المفروض تريفر عارف إن سنايدر في السجن، وتريفر كل ما يسأل مايكل على سنايدر مايكل يتوهه ويقول له معرفش. Miss Brad, that crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. وتريفر فضل يجمع في الأحداث ويربطها ببعض لحد ما اكتشف إن يوم تزييف جنازة مايكل سنايدر مات وجثته اتدفنت مكان مايكل. فتريفر بيسايكب تاني على مايكل عشان كدب عليه وبيبقى عايز يقتله، بس محدش فيهم بيجي جنب التاني والأحداث بتمشي لحد ما بنيجي للنهاية. والنهاية هي إن فرانكلين لازم يختار إنه يقتل تريفر بناء على رغبة الاف بي اي، أو يقتل مايكل بناء على رغبة ديفين ويستن المستثمر اللي أنتج لمايكل الفيلم بتاعه. يا اما يحذر الاتنين ويشوف طريقه يصالحهم بيها على بعض ويعملوا خطه يخلصوا بيها على ستيف من الاف بي اي وديفين ويستن المستثمر. وطبعا كالعاده في اختيارات، ففي جدالات وحوارات وحكايات تخليك تركز في التفاصيل عشان تعرف انهي نهايه فيهم هي اللي صح. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. وعشان كده انا جاي لك النهارده عشان احكي لك نهايات جي تي اي 5، وبعدها نفتح تحقيق مع بعض عشان نعرف انهي نهايه في الثلاثه هي اللي صح. We're just gonna wait around for someone to kill us, or are we gonna wait till this fucker gets turned again, huh? وطبعا كالعاده هنحسم الجدل ده بالادله والاثباتات من احداث القصه، وهنركز على حياه كل واحد فيهم بشكل منفصل، ونحلل كل المشاهد والسيناريو والمحادثات اللي دارت سواء بينهم وبين بعض او في ظهر بعض، ونكشف مع بعض نواياهم لبعض ونحطها كلها على الترابيزه قدامنا ونفهم ايه اللي بيحصل قبل ما نختار انهي نهايه اللي هنروح فيها. وعشان اختيارنا يبقى صح فلازم يبقى مبني على الادله والعقل والتفكير، مش على المشاعر وبنحب مين ونكره مين. فكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان النهارده هكشف لك تفاصيل
تفاصيل ممكن اول مرة تسمعها عن GTA 5، وتفاصيل صغيرة ممكن تكون ما خدتش بالك منها هتوضح لك حاجات اكتر ممكن تكون مش فاهمها. وبرضه في اخر الفيديو ده هقول لك ازاي تنزل GTA 4 بمساحة صغيرة جدا على جهازك وبطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت. يا دوب كوباية شاي هتشربها وبعدها هتلعب GTA 4 على طول. Oh, Jesus, tastes like a rat shot in it. بس قبل ما نبدأ ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد، ولو انت اول مرة تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تجيلنا على انستجرام عشان محتاجين دعمك جدا عشان هنبدأ ننزل محتوى بشكل منتظم هناك. انا احمد فارس ودي سلسلة المحقق، وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده Let's go. خليني في الأول أشرح لك النهايات في السريع وبعد كده نخش على تحليل المشاهد عشان نعرف أنهي نهاية فيهم هي اللي صح. هنبدأ بنهاية تريفر. Oh, shit, I'm sorry I don't have any low carb. Fuck you. بتبدأ نهاية تريفر بفرانكلين وهو بيتصل بتريفر وبيطلب منه إنه يقابله، We need to talk, but somewhere quiet, all right? وبعدها بيروح يقابله وبيبقى مجهز نفسه إنه يخلص عليه، وتريفر بشكل ما بيبقى حاسس بده لحد ما فرانكلين بيشهر مسدسه، ولما تريفر بيشوف كده بياخد عربيته وبيهرب منه، وفرانكلين مش بيسيبه وبياخد عربيته وبيروح وراه. وأثناء مطاردته لتريفر بيكلم مايكل في التليفون وبيقول له اللي حصل. I'm chasing T through the oil field. ومايكل من صوته ونبرة كلامه تحسه ما صدق، فبيقفل مع فرانكلين وبيحصلهم وبيخبط عربية تريفر وبتدخل في عربية كبيرة محملة بنزين، والبنزين بيبدأ يسرب على تريفر، وتريفر بدأ يشتم فيهم عشان خاينين، وفرانكلين بيبقى باين عليه إنه مش عايز يعمل كده، ومايكل بيفضل يضغط عليه عشان يخلص عليه، والأجواء بتبقى متوترة لحد ما مايكل بيزهق فبيطلع مسدسه وبيضرب نار بنفسه على البنزين، وتريفر بيموت أبشع موتة في سلسلة GTA كلها، بيولع وبيموت محروق. ومايكل بيبقى باين عليه جدا انه مبسوط عشان خلص من تريفر، وفرانكلين بيبقى متضايق ان مايكل خلص على صاحب عمره، بس مايكل كان كل ردوده على فرانكلين معناها ان تريفر كان سايكو وشطان وبيفضل يشوه في صورته ويشتم فيه، وبعدها كل واحد بيروح لحاله والقصة بتنتهي. It is what it is. اما بقى نهاية قتل مايكل بتبدأ بفرانكلين وهو بيتصل بمايكل وبيبقى عايز يقابله. Look, man, we need to talk, but somewhere quiet. ولما بيقابله مايكل بيجيله تليفون من الشمال الكبيرة اللي هي مراته أماندا، وبتقول له إن الشمال الصغيرة اللي هي بنته هتروح الكلية وهتحاول تبقى يمين ومحترمة وكده، ومايكل بيبقى باين عليه إن هو مبسوط إن عياله هيبدأوا يركزوا في مستقبلهم. وبعد ما بيقفل مع أماندا بيبدأ إن هو يتكلم مع فرانكلين وبيقول له قد إيه هو محظوظ عشان حياته بدأت تظبط تاني، وبيشكره على إنه ساعده على ده، بس فرانكلين بيبدأ إن هو يعلن نيته إنه عايز يقتله، ومايكل بيتفاجئ عشان المفروض ان اللي فرانكلين وصل له ده مايكل هو السبب فيه. المهم ان بعد الصدمة مايكل بيهرب وفرانكلين بيحصله لحد ما بيزنوه في محطة تايلر لتوليد الطاقة في مكان عالي هناك، وبيفضلوا يطاردوا بعض لحد ما السلاح بيقع منهم وبيمسكوا في بعض، لحد ما في الاخر فرانكلين بيزق مايكل من على السور، ومايكل بيمسك في ايد فرانكلين عشان ما يقعش، وبيفضل يشتم في فرانكلين لحد ما في الاخر مايكل بيقع وبيموت وبتنتهي القصة. اما بقى النهايه الثالثه بتبدا بفرانكلين وهو بيكلم ليستر وبيقول له اللي حصل بينه وبين ديف ويستن والاف اي بي، وبيطلب منه ان هو يساعده. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. وبعدها فرانكلين بيروح لليستر البيت عشان يشوفوا هيعملوا ايه، وليستر بيبقى مش عارف يعمل ايه عشان المفروض مايكل وتريفر مش بيكلموا بعض، والاتنين اصلا واقفين لبعض على تكه عشان يخلصوا على بعض، لحد ما ليستر بتجيله فكره انه يعرف يجيب بيها مايكل وتريفر على مسبك الذهب اللي نفذوا فيه عمليه ذا بيج وان، والكلام بيبقى جاي على هوا فرانكلين، فبيبداوا هما الاتنين انهم ينفذوا، وليستر فعلا بيكلم مايكل وتريفر، وفرانكلين بيكلم لامار عشان يجي معاه، ولما بنوصل هناك بنشوف مايكل وتريفر واقفين قدام بعض وناقص لهم فعلا تكه ويخلصوا على بعض. بس فرانكلين في الاخر بيهديهم وبيحكي لهم الموقف وبيقول لهم ان الاف اي بي وديف ويستن عايزين يخلصوا عليهم، وانهم لازم يتحدوا عشان يشوفوا خطه يخلصوا بيها من الموال ده، وفي نفس الوقت ده الشرطه والاف بي اي بدات ان هي تحاصر المكان وبتقوم حرب جامده بينهم، بس في الاخر بينجحوا ان هم يخلصوا عليهم ويخرجوا نفسهم من الموقف ده، وبعدها بيتحدوا مع بعض تاني وبيكلموا ليستر عشان يحدد لهم مكان ستيف من الاف اي بي وديف ويستن المستثمر، وواحد تالت اسمه وي تشينج من عصابه الترايدز عشان تريفر مخنوق منه وعايز يخلص عليه، وليستر فعلا بيحدد لهم اماكنهم وكل واحد فيهم بيروح يخلص على واحد. فرانكلين بيخلص على وي تشينج، ومايكل بيروح يخلص على ناس من عصابه بولوز عشان خطفوا لامار، وتريفر بيروح يخلص على ستيف في الملاهي، وبعدها بيروح يخطف ديفن ويستن من قلب فيلته وبيوديه عند مايكل وفرانكلين فوق الجبل، وبيفضلوا يهزقوا فيه شويه وبعد كده بيحطوه في شنطه العربيه وبيقفلوا عليه وبيرموه بالعربيه كلها من فوق الجبل، وديفن ويستن هو كمان بيتكل، وبكده يكونوا خلصوا على كل اعدائهم وبيكملوا اصحاب والقصه بتنتهي. تفتكر بقى انهي نهايه في الثلاث نهايات دول هي النهايه الصح؟ وقبل ما تفكر انك تفكر في الرد، فلو انت مفكر ان النهايه الثالثه هي النهايه الصح، فاحب اقول لك ان للاسف غلط.
النهاية التالتة نهاية غلط مش صح. هي تبان انها نهاية سعيدة وطويلة وفيها احداث كتير وكلهم بيفضلوا عايشين ومكملين صحاب، فممكن توحي لك انها النهاية الصح، بس النهاية الصح فيهم هي نهاية قتل مايكل. وخلينا نمسك خط سير السيناريو من البداية ونشوف في الاخر هيودينا على فين. Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. مبدئيا بداية القصة مبنية على الاتفاق اللي عمله مايكل مع ديف نورتن، ولو ما تعرفش هما اتفقوا على ايه بالظبط فخليني اقول لك ان الاتفاق بالظبط كان داير على ان ديف يدي مايكل فلوس كتير وبيت في لوس سانتوس ويغير له هويته عشان يختفي من على السيستم بالنسبة للعدالة، والمقابل ان تريفر يموت وسنايدر يتسلم ومايكل يهرب بالفلوس اللي سرقوها على لوس سانتوس ويغير حياته وهويته. وده اللي كان المفروض يحصل عشان تتحسب لديف نورتن في الFIB ان هو اللي خلص على اسطورة مايكل وتريفر ويترقى وياخد علاوات وكده. يعني من البداية مايكل اول ما شاف شوية فلوس قرر يضحي بتريفر مقابل مصلحته الشخصية عادي من غير حتى ما يراجع ضميره، ولو تريفر كان فارق له كان هيبان انه معرفه من قبلها. لكن مايكل وسنايدر اول ما اتضربوا بالنار تريفر هرب، ومن هنا كان لازم الخطة تتغير عشان ديف نورتن ما يخسرش الترقية اللي المفروض عامل كل ده عشانها. والخطة الجديدة اللي هي المفروض الكذبة اللي عشنا معاها مع مايكل طول القصة ان هو المفروض اتقتل واتدفن، وسنايدر المفروض ان هو اتسجن، وتريفر فضل عايش في الوهم مع حاله على السيناريو ده. حتى بعد 9 سنين لما مايكل وقع مع مدرسه بقى ملزم يدفع له فلوس وعمل عملية سطو واتفضح في التلفزيون، ديف نورتن جاله عشان يواجهه باللي عمله وانهم كده كلهم ممكن يتفضحوا بسببه. وفي نص الكلام كان بيقول له ماذا لو تريفر عرف انك عايش؟ ده كان رد مايكل عليه. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. Gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. تحس في برود في رده كده ومش فارق له اذا كان اصلا تريفر عايش ولا لا. يعني بالنسبه له اللي هو قشطه ما تكبرش الموضوع، ده تريفر عادي. ولما تريفر عرف من التلفزيون ان مايكل لسه عايش من الجمله الشهيره بتاعته دور عليه وراح له لحد بيته عشان يفهم منه اللي بيحصل وازاي هو لسه عايش مع انه اتدفن من 9 سنين. ومايكل على مدار القصه فهمه انه كان مجبر يعمل كده عشان يفضل في برنامج حمايه الشهود وما يتحبس. فمن هنا بيجي ريد فلاج لو انت بتفهم في القانون. ازاي انت في برنامج حماية الشهود كمايكل دي سانتا وانت اصلا مطلوب بهوية مايكل تاونلي، والمفروض انك كمايكل تاونلي اصلا بالنسبة لهم ميت؟ فدي كدبة تانية مايكل اخترعها عشان تريفر يخف اسئلة عليه شوية وتريفر مركزش فيها، او بمعنى صح تريفر بلعها له عشان هو كان بيعامل مايكل وبيحبه كأخ ليه. وده بان عليه في نفس المشهد لما عرف ان بنت مايكل هتودي سمعة عيلتهم في داهية. مايكل تحسه ان هو وقتها كان مش في دماغه، وتريفر هو اللي كان دمه محروق على بنته. Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! حتى بعد ما انقذوا بنته ومايكل وتريفر كل واحد فيهم راح يشوف حاله، مايكل في ساعتها طلع تليفونه وكلم ديف نورتن عشان يشوفوا هيعملوا ايه عشان تريفر ظهر وممكن يتفضحوا، وده عشان يفضل معيش تريفر في الكدبه الجديده اللي هي برنامج حمايه الشهود عشان ما يتسجنش. وفي نفس الفتره دي لما ديف نورتن بعته عشان يتاكد من فرديناند كيرموف مات ولا لا، بعد ما خلص المهمه دي قابل فرانكلين وحكى له على موضوع تريفر، ودي حرفيا كانت الصوره اللي بيصدرها مايكل عن تريفر. This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. Everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man, yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. ده غير ان ولا مره مايكل كان دغري مع تريفر، وكنت كل مره بتفرج على القصه دي كنت بكتشف ان مايكل كان بيستخدم تريفر عشان يخلص شغل الFIB وغيرهم مش اكتر. واللي خلاني اقول كده انه عمل نفس الكلام مع فرانكلين، عشان على مدار القصه لما اتعرفنا على شخصيه مايكل اكتر لقيناه بيقيم الناس من حيث العائد المادي اللي هيجيله منهم، مش مدى حبه ليهم او خوفه عليهم او حتى كرهه ليهم. وده بالظبط اللي اكتشفناه فيه لما قابل ديفن ويستن والمفروض ان هو مش طايقه. Devin Weston. Yeah, I remember you.
The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. وديفن لما عرض عليه ان هو والرجاله بتاعته اللي هم تريفر وفرانكلين يسرقوا له عربيات معينه مقابل ان هو يعرفه على منتج الافلام سولومون ريتشارد. ولو ما تعرفش، مايكل مهووس بالافلام الكلاسيكيه والسينما، وسولومون ريتشارد ده يبقى اكبر منتج افلام في لوس سانتوس. ولو ما تعرفش القصه بالظبط ولسه متلخبط، فانت ممكن ترجع تتفرج على ملخص GTA 5 بعد الحلقه دي من هنا وهتفهم حاجات كتير. المهم ان لما ديفن ويستن عرض على مايكل انه يشغله مع سولومون، مايكل في ساعتها رجع في كلامه وعينيه لمعت وبدا يبان عليه ان الفلوس اللي بتحركه مش المبادئ. واللي اثبت لنا ده اكتر ان في كل مهمات ديفن ويستن فرانكلين هو اللي كان بيعملها لوحده، ومع ذلك ما خدش في المقابل ولا مليم. يعني كان بيضحي بفرانكلين عادي وكمان ما اداهوش فلوس، والمقابل انه بس يتعرف على منتج افلام ويبقى حرفيا المرمطون بتاعه بيوديه ويجيبه زي العيال الصغيره. ده غير ان لحد قبل النهايه تريفر كان بدا يسال على سنايدر كتير، ومايكل كان كل شويه يتوهه ويهرب منه ويقول له معرفش، لحد ما تريفر بدا يجمع الاحداث ويربطها ببعضها، وبدا يسال مايكل مين اللي اتدفن مكانه من 9 سنين. ولما تريفر بدا يهدد مايكل ان لو سنايدر هو اللي مدفون مكانه هيقتله، مايكل حس ان هو كده هيتفضح والكدبه اللي هو معيشه فيها هتبدا ان هي تتقفش. وكالعاده كلم ديف نورتن عشان يبلغه بالمصيبه الجديده اللي هيقعوا فيها. والعجيبه ان مايكل فضل يكذب لحد اخر لحظه وتريفر بيفتح القبر عشان يدافع عن كذبته، مع ان تريفر خلاص بينه وبين الحقيقه حرفيا شويه تراب. فده ريد فلاج لازم تحط تحتيه مليون ريد لاين. ولما تريفر فتح القبر وقفش كذبه مايكل، رفعوا هما الاتنين السلاح على بعض. وقتها عصابه الترايدز هجمت عليهم عشان كانوا اصلا بيدوروا على تريفر. ولما تريفر رمى المسدس وبدا يهرب، مايكل ضرب عليه نار وكان عايز يقتله. وهنا بيجي ريد فلاج تاني في نفس المشهد. طب انت ليه عايز تخلص عليه بعد ما هو اصلا رمى المسدس من ايده وهرب، لو انت في نيتك ان انت عايز تحل معاه؟ وليه ما قلتلوش كل ده من الاول لو انت فعلا صاحبه وخلاص سلكت له؟ ودي ريد فلاجز في مشهد واحد تخليك تحط مايكل في خانه الخاين وتعلم عليه بالاحمر. واللي يبين لك مايكل قد ايه هو وسخ لما في الاخر فرانكلين المفروض يخلص على واحد فيهم وكلمهم عشان يقول لهم اللي حصل. ده كان رد تريفر عليه لما فرانكلين قال له نخلص على مايكل. Frankie! Hey, T-Man, I'm in trouble, dawg. I think I gotta take out Michael. Got to? Yeah, man, look. The FIB, man, they trying to get me to clap you. And Devin Weston, he trying to get me to ice Michael. And I thought if I do that, man, maybe we got some room, you know? So, what are you telling me this for? Cuz, dawg, I'm doing this for us. I thought you could... Well, I can't! You're turning on him? I have had enough traitors in my life! Man, your ass could say thank you. Shit. You deserve each other! وده عشان هو كان غضبان من مايكل عشان مايكل باعه من 9 سنين وكان حاطط حياته في صفقة مقابل الفلوس، وخانه وكذب عليه مرتين وغفله في موضوع قتل صاحبه وعيشه الوهم ان هو في السجن. ولما كلم مايكل عشان يقتل تريفر، ده كان رد مايكل عليه. Franklin, what's up, big homie? Mike, man, I need to have a conversation with Trevor. You know, yeah, that conversation. Oh, shit. All right, okay. Look, man, the FIB dudes want him gone. And Devin Weston want y'all gone. You know how it is, dawg. Shit. Somebody gotta go. Well, it ain't fucking me. Exactly, man. Look, we meeting at a Borough Heights. So you think you can help me? I don't know. That sounds like it's your thing, Frank. I'll see what I can do. اديك سمعت المكالمتين وانت واعي بالكفايه انك تفرق بين السالك والمنافق. فسرها لوحدك بقى. وتكمله على ده، لو انت اخترت ان انت تخلص على تريفر وطولته وما ضربتش نار عليه، مايكل هيشتمك وهيطلع مسدسه وهيخلص عليه بنفسه. وبعد ما هنشوف اصعب مشهد في اللعبه وتريفر بيموت محروق، مايكل بيبقى باين عليه انه مبسوط وكأن تريفر كان همه وانزاح من على قلبه. وبعدها هيفضل يذم فيه على قد ايه هو كان شيطان ولازم دي تبقى نهايته. You know what, tough guy? It's time you grow the fuck up. I mean, I admit I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit, no boundaries, no sense of when to back off, no nothing. 24/7 insanity, day in, day out, all the time. Never regretted nothing, cared for nothing. Oh, fuck him. والغريبة بقى انك لما تيجي تزور مايكل بعد ما تريفر بيموت، ده هيكون رده على فرانكلين. What are you doing here? Man, you being real weird, dude. Yeah, well, you did something really weird, okay? Trevor, bro? So excuse me. Man, you did Trevor too. Yeah, but it was your call. You made the call. Don't you forget that. Man, I've done so much for you. But what about the amount of shit I helped you with? I thought we was in this shit together, man. Fuck. Just look.
I need some time, all right? Goodbye. Yeah, peace. يعني انت من 5 دقايق بالظبط تريفر كان شيطان، ودلوقتي صاحبك وانت زعلان عليه وانت مالكش فيه وبتلبسها لفرانكلين لوحده مع انك انت اللي ضاغط على الزنات وموته بايدك. بيفكرني بنفس موقف نيكو مع ديمتري لما خلاه يخلص على مستر فاوستن وبعدها شال ايده ولبسه مع بولجرين، نفس ليفل النفاق. انما لو جيت عملت نفس المشهد بس مع تريفر وخلصت على مايكل وبعدها رحت تزور تريفر، ده هيكون رد تريفر على فرانكلين. Look, it's the traitor. What? You here to take me out too? Nah, man. I could have taken you out. I chose to do Mike. He was good to you. Too good. And he used me, dog. Straight up. Could not be trusted. You know that. Now you can't be trusted either. Stay away from me, Frank. I don't know what I'll do. تريفر موقفه هو ما اتغيرش، شايفهم خاينين ويستاهلوا يخلصوا على بعض. فأيا كانت رؤيتك لأنهي نهاية فيهم هي اللي صح وطبعا احترمها، فأنا شايف إن الخيانة لازم يبقى ليها تمن، ومايكل الوحيد اللي كان مسالك في الليلة دي كلها وكان حاطط مصلحته الشخصية فوق كل شيء. فأحب أقول لحضرتك إن بالحقائق والأدلة من جوه اللعبة وبكل المعطيات اللي حطيناها على الترابيزة قدامك إن نهاية قتل مايكل هي النهاية الصح. وطبعا في الأول وفي الآخر ده استنتاجي الشخصي، ممكن يطلع صح وبرضه ممكن يطلع غلط عادي، دي في الأول وفي الآخر لعبة يعني مش أمر إلهي، ما تكبرش الموضوع، فاهم؟ كلها بقت غلابة. امال مين الفاجر؟ انا والعياذ بالله. ولو في اي حاجه مقنعه ممكن تضيفها فاكتبها لنا في الكومنتات تحت، ولو لقيناها فعلا حاجه مقنعه فهنعمل لها بن زي ما عملنا في الفيديو بتاع المشاهد المحذوفه. اتمنى ان نعملها في الفيديو ده كمان. وفي الاخر عايز اقول لك ان حبيت ادمج موضوع الحلقه بشكل ما بغسيل المخ والقوه الناعمه بتركيزي على كام نقطه في اول الحلقه، وده عشان انا عايزك تبقى شخص مركز وفاهم القوه الناعمه ومدى تاثيرها على سلوكك وقراراتك في العموم، لان الموضوع اكبر من مجرد لعبه. الموضوع هو التاثير على قرارك بشكل لا واعي واعتياد مخك بشكل لا ارادي على افعال غلط وفرضها عليك بطريقه ناعمه ومباشره. والمفروض ان دي معادله بتتحقق في جميع اتجاهات الترفيه، من اغاني لافلام لمسلسلات لالعاب الخ، بس بتبقى واقفه على نيه اللي بيقدمها لك وقوه وعيك كمشاهد. يعني لو اللي بيقدم لك حاجه دوت نيته سليمه فهيملى المعادله حاجات حلوه وهتبقى ترفيه وتسليه وفي نفس الوقت رساله ايجابيه، ولو اللي بيقدم لك حاجه دوت نيته مش سليمه هيملى المعادله حاجات وحشه، والمعادله كده كده هيملاها بشويه توستات هتحليها، والرساله الايجابيه بتتحول لترسيخ افكار وحشه. فانا عايزك تبقى واعي ومركز في كل اللي بتسمعه وبتشوفه، بالذات لو مربوط بالترفيه، عشان تعرف تفرق بين العسل والسم اللي في العسل. وربنا يحفظكم جميعا. واكيد مش همشي قبل ما اقول لك ازاي تحمل لعبه GTA 4 بمساحه صغيره على جهاز الكمبيوتر بتاعك. اول حاجه هتنزل تتك على اول لينك في الديسكريبشن او هسيبهولك في اول كومنت تحت، هيبدا يحولك على بيج هتحمل لمده 30 ثانيه. بعد ما تحمل ال 30 ثانية هتنزل تحت هتتك على كونتينيو، وبعد كده هتروح على اللاندنج بيج اللي هتحمل منها اللعبة. هتنزل تحت شوية هتلاقي وصف اللعبة، وهتلاقي في الآخر كليك هير تو داونلود. هتتك على هير هيحمل وهيدخلك على الصفحة اللي بعدها. هتتك على داونلود هيوديك بعد كده للدايركت لينك اللي المفروض هتنزل منه اللعبة على طول. وبعد ما تنزل اللعبة في فولدر التحميل بتاعها هتلاقي فيديو ازاي تحمل اللعبة خطوة بخطوة على جهازك. ولو ما عرفتش تطبق الخطوات اللي انا لسه قايلها لك ديت فانصحك ان انت تتفرج على فيديو برضه هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، هشرح لك بالتفصيل ازاي تنزل اللعبة من على الويب سايت خطوة بخطوة. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي فعليكوا على الكومنتات بقى. بص انا ماشي بعلاك. وما تنساش تتابعني على الانستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.